السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وتحياتي لكل الأحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمة الحق في زمن قل فيه الرجال وعز فيه أهل الحق. أنا مش محتاج أقول لك إن المشهد حقير جدا، نجس جدا، زبالة جدا اللي حصل قدام معبر رفح. المسرحية الحمضانة اللي بتتعمل قبل أي مصيبة هتطول إخواتنا جوه في القطاع. إياك تكون فاهم إن دي حاجة بمحض إرادة السلطة اتعملت، أو ده مشهد من إخراج السلطة، أو السلطة هي أو النظام هو اللي حط السيناريو والإخراج والقصة والتأليف كل شيء. لا، أولا أنت لازم تفهم إن دي كلها مشاهد بيتاجروا بيها قدام الغرب، وبيتاجروا بيها مش بس قدام الغرب، قدام أي حد مش قادر عقله لسه يفهم إن دي كلها مسرحيات بتداري على سنة ونص من الغلق وإحكام الغلق، الحصار التام، الحصار المطبق اللي بيشارك فيه النظام من ساسه لراسه في التجويع والحصار والإبادة والمجازر والجرائم اللي بترتكب كل يوم. فمش لاقي حاجة يغسل بيها وشه. يغسل وشه ازاي؟ ده أولا قدامك أنت. ثانيا زيارة ماكرون راح مصر، لازم يشم ريحة كده إن قال إيه، في حاجة اسمها حرية، أو في أي حاجة اسمها ديمقراطية، أو أي حاجة اسمها حرية تعبير. لازم الناس اللي هي خيرها على اللي بيحكموا مصر، مش على الشعب المصري أبدا أبدا خالص، يشموا ويلاحظوا ويرصدوا ان في مشاهد قدامنا يعني تعد بالنسبه لهم وهم يفهموها ان هي حريه. وانا قلت لك اكتر من مره، خلي حد من اللي نزلوا المشهد الحقير قدام معبر رفح اللي فيه كله رقصات وغوازي ومشخصاتيه وعيال شمامين وبرشمجيه وصيع وخريجين سجون وكلهم سوابق، يا اما بقايا جيل عبد الناصر وشويه العالم اللي اتربت على امشي جنب الحيطه، الحس بيده اي عسكري معدي، شوف اي حد من رجال السلطه يا ابني اتمسح فيه عشان دخلك كليه الشرطه، كليه الحربيه، نيابه، التربيه بقى اللي انتوا عارفينها بتاعت المقبور عبد الناصر. ناهينا عن ان دول دوشونا يا عم، دول دوشونا، دول طلعوا ايماناتنا ان الاخوان كانوا بيعملوا. طبعا مش دفاعا عن الاخوان، وكل الناس عارفه موقفي من قيادات الاخوان ومن سياستهم اللي قطعا دمرت حاجه اسمها ثوره مصر، دمرت ثوره مصر، مش موضوعنا دلوقتي. ولكن هم كانوا طول النهار والليل يقول لك بيعبوا الاخوان في اتوبيسات، بيشحنوهم زي ما اعرفش ايه، اصل هم بيحركوهم والمرشد هو يؤمر. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي يعني لما المرشد كان بيؤمر مع الاخوان؟ امال انتوا مين بيؤمر في وينهي فيكم؟ طب اقول لك على حاجه، جرب اطلع كده دلوقتي الناس اللي راحت خدوا يوم اللقطه عشان ماكرون والزياره والكلام الفارغ اللي حصل ده، جرب انت نفسك خد علم مصر يا عم، مش فلسطين، يلا عشان انا عارف اللي فيها ده. انت في الاستاد لو رفعت علم فلسطين بتلاقي 100 مخبر فوق دماغك، بتلاقي المخبر اللي قاعد في الكرسي اللي جنبك بينط عليك على طول، صح؟ جرب، بقول لك خد علم مصر واطلع كده لحد المعديه، اطلع لحد المعديه وقول لهم انا عايز اعدي اروح الناحيه الثانيه اشم هوا كده جنب المعبر، او روح رفح. طب بلاش رفح ايه، روح العريش، بلاش العريش يا عم، عدي بس القناه الناحيه الثانيه الشط الثاني، مش هتعرف. طب اي حته في مصر، بلاش يا سيدي سينا خالص كلها، لا شمالها ولا جنوبها ولا رفح ولا العريش ولا اي حاجه خالص يا عمي، في اي مكان في مصر قول له، ما تقولش انزل كده اتمشى بعلم فلسطين، بلاش علم فلسطين، قلت لك بعلم مصر، وقول لا للتهريج اللي انتوا بتعملوه ده، هيترد عليك وهيتعمل لك 1000 قضيه، وقضيه معلبه زي اللي اتعملت لاخواتنا اللي نزلوا وعملوا نفسهم يعني صدقوا النظام. يعني اخواتنا اللي صدقوا في لحظه ان ممكن لما اي حد ينادي من غزه يتسمع صوته، لكن النظام يخرج المشهد زي ما هو عايز في اي وقت. لكن لو حد من اخواتنا استغاث بينا واستنجد بينا، لا، ده رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، لازم تسال نفسك هي المشاهد دي بتحصل ليه بالقذاره دي؟ ازاي ناس شايفه اخواتها بتموت جوه، ناس شايفين اخواتهم بيموتوا جوه، شايفين مجازر، وشايفين ناس بتتحرق صاحيه، شايفين اطفال مشرده، شايفين نساء مشرده، شايفين ردم المنازل، شايفين قصف 24 ساعه. بل في ناس في رفح المصريه والعريش بيسمعوا كل يوم الدك والعجن والقصف ده. في اقسم بالله ناس بتتكلم عن ان في شبابيك وقعت وبلكونات وقعت من اثر القصف. طيب اسال نفسك ده بيحصل ليه بشغل الغوازي والعوالم والمشخصاتيه والمعدومين، ناس معدومه الضمير والدين والشرف، ما عندهاش اي نوع من انواع المروه. بس انا قلت لك دول كلهم مشحونين ليه؟ وازاي عقلك كده ممكن يصدق ان في بني ادم زيك ياخد 500 جنيه وجبه زيك؟ هو انت بني ادم، هو بني ادم، صح؟ بس انت ممكن تكون راجل وهو شبه راجل، يقبل على نفسه ان هو ياخد 100 جنيه ولا قصدي 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا وجبه ولا ايا كان، بياخد اجري ماجور، بياخد عرقه زي ما بيقولوا، ويطلعوا لك في الاتوبيسات. والله العظيم بيصعبوا عليا، ست كاميليا الهبله، المتخلفه اللي يعني اللي راشقه في اي راجل سلطه، بتلاقيها جنب محافظ بورسعيد، بتلاقيها مع رئيس حي ما اعرفش مين، بتلاقيها مع مش عارف مفتش التموين، يعني بتلاقيها في كل مكان. اي جزمه رجل سلطه تلاقيها جايه بتشم فيها. هي الاشكال دي بتقبل بقى على نفسها كده ليه؟ ورجاله والله العظيم 3 منهم متصابين ومنهم مسنين، بقول لك بقايا دوله عميقه بتاعت عبد الناصر موجوده لسه وعايشه معانا، وهم السبب في اللي احنا فيه، اللي لسه بأيدوا شويه الجلابيع بتوع الدوله العميقه.
اتربوا غلط في دوله بوليسيه، ربتهم بيمجدوها ويبوسوا جزامها. ما علينا يعني، ليه الناس دي بتعمل كده؟ احنا بقى اسال نفسك. اولا دي نتيجه رعايه الدوله العميقه لكل مشبوه، لكل حاجه مشمومه، لكل حاجه بتخليك مسخ. هم اللي بيرعوا الفنانين والغوازي والمشخصاتيه والعوالم، ولما يدي فيفي عبده الام المثاليه، ولما يجيب واحد زي شاكوش وعمر كمال يطلعهم السماء، واي شخصيه وطنيه او العلماء مثلا مفكرين ادباء، اي شخصيه وطنيه، اي شخصيه ليها قيمه يحاربها وينزلها الارض. هو ده السبب ان اللي تبقوا النهارده خارج السجون، واللي ما استشهدوش وارتقوا، واللي ما تهجروش واتنافوا، هم بقوا السله اللي ظاهره. انا بتكلم عن الناس اللي بتظهر. في ناس مغلوبه على امرها وقاعده ساكته، اللي هو حزب الكنبه الساكت المقهور في صمت. دول ما بيظهروش، اما اللي بيظهر لك مين على الساحه؟ حساله المتبقيه اللي انت شفتها، المسوخ دول، المراكيب دول، اللي علموهم زمان حاجات غلط. فلسطينيين باعوا ارضهم. احنا هننتصر اصلنا على الناس دي، واللي هننتصر على اللي ما يتسموا دول في اخر الزمان. بقى ما توجعش دماغك دلوقتي. دي كلها مفاهيم قالوها. لا، انا شخصيا جيل الثمانينيات اتقال لي الكلام ده، واتقال لناس قبلي، علشان تنسى حاجه اسمها الفريضه الغائبه اللي كل الناس عارفاها، انك تبقى مقاوم راجل يعني، عشان يخليك تبطل، عشان ما تحطهمش في حرج. عشان كده المقاومه حطهم دايما في حرج. خليني ارجع لك. المهم، ليه بيحصل المشاهد دي والناس بتقبل على نفسها كده؟ ليه؟ عشان الجوع والفقر، عشان القهر والجوع. 500 جنيه وجبه وبالنسبه له كان يوم يجوع. بعد كده ان شاء الله بقيه السنه مش مهم عنده، بيفكر لحظه، بيفكر تحت رجله، ما بيفكرش اللي قدام. زي بالظبط ما تكون اعزك الله جايب اي حيوان حبسته في قفص او حبسه في قفص، وتقول له انا هحط لك خيارين، ادي المفتاح قدامك، مد ايدك وجيبه، او تمد ايدك تاخد الوجبه. هو شايف الوجبه بس، عايز ياكل. كل اهدافه في الدنيا دنيا بطنه، انا اسف والله، عايز ياكل ويشرب ويتكاثر وينام. بهيمه انعام. لكن مفتاح طول ما هو قدامه وهو ما فكرش بلحظه. اللحظه ايه؟ ما مرش على عقله ان المفتاح ده ممكن يخليه ياكل 100,000 وجبه من غير ما حد يرميها له زي الحيوان اللي في القفص. ممكن يخليه حر. طيب دي حاجه الاولانيه، الفقر. تاني حاجه، والنظام هو اللي بيرعى الناس دي ويحبس ويطفش العلماء والكوادر وكده. تاني حاجه واهم حاجه، النظام بيضرب اكتر من عصفور بحجر. اكتر من عصفور بحجر. يعني ايه اكتر من عصفور بحجر؟ النظام بينفس عن الناس اللي مغلوبه على امرها، مكبوته، في كبت، في غليان جوه النفوس. فهو كده اللي بيطلع لك واحده ست ترقص، لا مؤاخذه، تهز وسطها ولحمها وشحمها بسفور وتبرج قدام الرجاله، او بمشاركه الرجاله، او اشباه الرجاله، اشباه الرجاله اللي كانوا موجودين، ويشوفوا المشاهد القذره دي. هو بيرفه عنك، جايب لك فقر الترفيه، فانت بتنفس الغليان. في نفس الوقت بيظهر قدام ماكرون وقدام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي الظالم ان في ديمقراطيه. ثالث حاجه، وده الاهم، اهم شيء لازم تحطه في بالك لما عمل حركه زي دي، هو خلاك من جواك تتاكد ان مفيش اي مشهد من مشاهد الديمقراطيه والحريه الا بتعليمات منه. انا المتحكم. لو حاولت تعمل المشهد ده بمزاجك هنفيك، هموتك، هخليك تندم على الثانيه اللي فكرت فيها تناصر الناس دي، او تدعم الناس دي، او تلبي نداء واحد مثلا زي الناس اللي بتطلع تندى عليك تقول لك النفير العام، او العلماء، او المتحدث الرسمي للابطال يقول لك احنا عايزين نفير عام، عايزين نشوف المسلمين. هو مش عايز بقى تتحرك باسم الاسلام والمسلمين والعروبه وكده، انت بتتحرك وفقا لهوى الحاكم بتاع الدوله العميقه، حاكم دوله 52 الارهابيه، خليه 52 الارهابيه، تنظيم الدوله العميقه، وعايزك تتحرك بامره هو، واللقطه تتاخد عشان هم يمرروا بيها مصالح الكيان اللي هي طبعا اوامر ترامب والاداره الامريكيه والغرب، وقطعا بتضمن بقاء كراسيهم هم ومصالحهم هم. فده السبب، او دي الاسباب الرئيسيه اللي تخلي ناس تقبل على نفسها ان هي تتشحن بفلوس او تتاجر بفلوس. ده لما بتحب ترتكب جريمه، زي مثلا كده هشام طلعت مصطفى، وخد عفو هشام طلعت مصطفى عشان هو ما قدرش يرتكب جريمه او جنايه قتل. اجر واحد اجري اسمه محسن السكري، اللواء محسن السكري اللواء سوابق محسن السكري، اجره علشان يخلص منه سوزان تميمي. فاجر واحد يرتكب له جريمه. اللي عايز يعمل خير ما بيأجرش حد، بيعمله لنفسه ومن نفسه. انما اللي عايز يرتكب جريمه بيشوف له شويه عالم رخيصه يأجرها. وصلتكم؟ مش هطول عليكم اكتر من كده، كتر خيركم تستحملوا معايا، وانا عارف ان الباقه في مصر صعبه. خريطه الطريق فيها نسف لكل ترتيباتهم. انشروا معايا خريطه الطريق، ولما تدخلوا في فيديو ليا بعد كده اعرفوا ان القناه متحاربه على طول. من فضلك اللايك بتاعتك اهم حاجه، اللايك اهم حاجه، اللايك اهم حاجه، اللايك انا اهم حاجه عندي، اللايك والكومنت. انك تشير او ما تشيرش انا مش عايز احطك في حرج، لكن اللايك بتاعتك مهمه، لان اللايك مش مرصوده، وفي نفس الوقت بتعلي لي الريتش عشان خريطه الطريق توصل للناس كلها. عايزين نوصل لمرحله ان انا اقدر اشرحها وانا مطمن ان هي هتوصل. اشوفكم في فيديو جديد ان كنت من اهل الدنيا.
انشر خريطه الطريق، خليك ايجابي. لا اله الا الله.